السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ فيديو النهاردة هنكمل فيه الفيديو اللي فات. اللي ما يعرفش احنا عملنا ايه في الفيديو اللي فات احنا بدأنا فكرة الباب المنطبق وعملناه على ضرفتين عشان نوفر المساحة. بدأنا ان احنا نجيب الخشب وبعد كده وديناه على الرابو، مسحناه وقطعنا القطعات بتاعتنا زي الفل، وبعد كده عملنا النقر وجمعنا الشاسيه بتاع الخشب، وبعد كده قفلنا الوشوش الام دي اف بتاعت الظرف. فيديو النهارده بقى هنبدأ نركب القواشيط بتاعة الباب ونركب الاستانلس ونركب مكان المفصلات، وهنبدأ نجمع الباب بالشكل النهائي. حاجة بسيطة بس قبل ما نتابع الفيديو. الباب احنا صنعناه وهنعمل فيه كل حاجة ما عدا خطوتين مش هنقدر نشرحهم: خطوة الدهان لأن مش أنا اللي نفذتها، وخطوة التركيب عند العميل لأن أنا ما عرفتش أصورها. تابعوا معايا الفيديو. هنبدأ نجيب القواشيط ازاي وهنبدأ نثبتها في مكانها. والغير المستخدم غير أبيض أوكي، وانا خففته بنسبة 15%، اللي استخدمناه برضو في كبس الام دي اف على الشاسيه. وهنثبت القواشيط دي بمسامير سنارة بتكون من غير راس، هنثبتها في اطراف الضرفة. وطبعا الجزء الاول انا شرحت فيه القواشيط الزان دي سمكها والعرض بتاعها، وهسيب لك الفيديو بتاع الجزء الاول في شريط الوصف. طبعا انت مش لازم تستخدم نفس الغيرة، انت الغيرة المتاح عندك في المحلات اللي حواليك اشتغل بيه وخلاص، وهيقضي الغرض ان شاء الله. بص كده يا شباب، احنا انتهينا من القواشيط. تجف ان شاء الله بس كده تاني يوم، وهنبدأ بقى بالفرة نشيل الملالي اللي هي بتبقى زيادة دي، لان الباب نفسه كان حوالي 46 او 47، والقشاط جاي 49. فهنبدأ بقى نشيل الحاجات دي ان شاء الله بالفرة. بدأت اشيل الزيادة بتاعة القواشيط بالفرة، بس الموضوع بالنسبة لي كان ممل شوية او مرهق شوية وهياخد مني وقت اطول، فاستخدمت الراوتر ومعاه ريشة الغسيل او بونتة الغسيل. ودي مهمتها ان هي بتشيل الزيادات بتاعة اي خشب من على السطح. في ناس كتير كلمتني وقالوا لي ان انا ماسك الراوتر كده بطريقة غلط. انا عايز اقولك على معلومة بسيطة، ان الراوتر ملوش ماسكة معينة، المهم ان يقضي الغرض. اهم حاجة ما في الراوتر تمسكه بالطريقة دي او تمسكه بالطريقة العدلة. اهم حاجة ان القاعدة بتاعته تكون متبعة مع الخشب، تبقى ماشية كويس مش مهزوزة منه. ده اهم حاجة في الراوتر. الجزء اللي بعد كده هنبدأ نفرز لمكان المفصلات، والمفصلات اللي ركبتها ما بين الضرفتين اسمها مفصلة بارافون، وانا شرحت فيديو كامل للمفصلة دي بتركب ازاي وازاي نحسب المقاسات بتاعها. هسيب لك برضو الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. وطبعا مرضتش ادمجها في الفيديو ده عشان ما يطولش وقت الفيديو، لان هي لوحدها حوالي 11 دقيقة، فانا سبتها لك في فيديو منفصل. هنثبتها في مكانها، ولازم تخش بطريقة قوية، يعني ما تبانش ان هي مهوية، لا تخش شحط زي ما بيقولوا كده. وهنربطها بمسامير 5 سم.
وده شكل الضرفتين وهما بيفتحوا بعد ما ركبنا المفصلات البرافان. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نركب الطبلة في مكانها، والطبلة أحيانا بتكون على ارتفاع من 86 ل 95. وهبدأ أجوف لمكان الطبلة ببنطة 15 ملي أو 16 ملي، بس يفضل 15 ملي عشان تخش برضو شحن. وعندنا نوعين من الطبل، طبلة بيطلع منها لسان ودي بتركب للأبواب المفصلية العادية، وطبلة تانية بتكون عبارة عن هوك ودي يفضل تشتغل للأبواب الجرار والأبواب اللي بتبقى منطبقة زي الباب بتاع النهاردة. دي فكرتها ان بيطلع منها زي هوك كده يشبك في الحلق بتاع الباب. بدأت أخرم بطريقة عادية وبعد كده بقيت أعملها بالبونطة 15 ملي. طبعا الراوتر مش هيبقى أفضل حاجة في حاجة زي كده، فأنا عملتها بالشنيور وبونطة 15 ملي، وابتديت إن أنا أشيل الزيادات بالمكان. بعد كده هنبدأ نحز الوش بتاع الطبلة نفسه عشان يغطس في مكانه، وبنشيله بالمكدة قيمة 2 ملي أو 3 ملي. ولو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لان رأيك يهمني جدا. ولو حضرتك اول مرة تشوفني على يوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد كده هنعلم المكان اللي هيتحط فيه القلب بتاع الطبلة، واحنا بنعلمه نركز ان اول الطبلة يكون مع اول طرف الباب، ما نخليش الحلية بره، لا نحطها برضو من جوه لان هي كده كده هتبقى غطسة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نلزق شرايط اللفات، والشريط ده بيتباع بالأعواد، بيبدأ من أول سنتي ونص أو 2 سنتي لحد عرض 10 سنتي، وطول العود بيكون حوالي 2 متر و20 أو 2 متر و40 مش متذكر. بقطعهم، وبصراحة أفضل طريقة تقطع بيها الستانلس كان الصاروخ، مفيش أفضل من كده عشان يديني شكل نضيف. وابتديت ألزقه بالأمير والمثبت. طبعا انت ممكن تلزقه بالكلة أو تلزقه بالدبل فيس، في ناس بتلزق بالدبل فيس وفي ناس بتلزق بالسيليكون العظم، بس انا خليت خيار الامير عشان يثبت معايا بسرعه وينجز معايا. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نثبت في الحلق المفصله الفراشه، والمفصله دي ميزتها ان هي مش بيتقعر لها الحلق. استخدمت في الحلق كامل 4 مفصلات، 2 فوق على بعد قريب من بعض، وواحده في نص الحلق وواحده من تحت، لان الحمل كله بيكون على المفصلات اللي فوق، فاضطريت ان انا اركب 2 يكونوا قريبين من بعض
في الحلق من فوق. وبعد كده هثبتها في الضرفة بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. واهم حاجة ان المفصلة تكون مخدمة مع طرف الباب او طرف الحلق في الناحية دي او في الناحية دي. والخلوص بتاع المفصلة كامل من غير ما تقعر لها حوالي 3 مللي او 4 مللي بالكتير. بعد كده هبدأ أجمع الحلق وأركب الراس بتاعت الحلق والجنب التاني وأوقف الباب على حيل. وطبعا أنا كنت لوحدي فحاجة زي كده معرفتش بصراحة أعمل. بعد كده فكيت البيبان تاني وابتديت بقى أفرد لمكان المقبض. أنا استخدمت مقبض عشان لما البابين يتفتحوا على بعض يبقى في فراغ ما بينهم. وابتديت افرز له الاول بجمله 35 بتاعه مفصلات، وبعد كده هاخدها بالراوتر واظبط على العلامه اللي انا عارفها. هسيب المقبض نفسه في الباب مش هخلعه ساعه الدهان، هخلي الراجل اللي هيدهن الباب يدهن لي المقبض كمان نفس اللون. وده كده شكل الباب بعد ما اتدهن عند الراجل. وطبعا بعدت معاه السدايب اللي هتتلزق حوالين الباب او هتتثبت حوالين الباب. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. هسيبكم بقى مع فيديو وانا بعرض الباب وهو بيتفتح ويتقفل، واستمتعوا معايا بالفيديو، وان شاء الله نتقابل في الفيديوهات الجاية على خير. ده باب مرتبط عشان خاطر بس ايه المساحة ضيقة شوية واحنا بنفتح الباب، فاحنا عملناه على ضرفتين عشان يوفر لنا في المساحة وما ياكلش من مساحة الأوضة الداخلية. طبعا المقبض هنا احنا عملناه دفن، وفي نفس الوقت خليت الراجل اللي دهن الباب يدهن المقبض معاهم بالمرة. بيتقفل بالطريقة دي كده. من غير مفتاح بيبقى ساكت كويس، بس في لوك للمفتاح، واللوك بتاعه بيبقى عبارة عن جنش، بيبقى عكس الطبلة العادية. الطبلة العادية بيطلع منها لسان، لا هنا بيطلع جنش زي خطاف كده بيمسك في الجزء التاني من الضرف. اللسان ده بيخش في الجزء المقابل ليه وبيتربس الباب. نشوف الباب من جوه برضه بعد ما بيتقفل بيبقى عامل ازاي. ده الباب من جوه برضه عملنا مقبض هنا عشان لما نعوز نشد الباب يتقفل اتنين ويجي ايه على الحيطه زي ما احنا شايفين كده. بتطبق بكل سهوله. وطبعا حته ان احنا نعمل المقبض دفن دي بتخلي مفيش فرق هنا زي ما احنا شايفين كده، مفيش فرق كبير ما بين الضرفتين. لو كنا عملنا مقبض زي اللي جوه هنا مثلا كان هيبقى فيه فرق كده، وطبعا المقبض هيقعد يخبط في
في الضرفه التانيه فهيعلم في الدهان ويبوظ لنا الشكل. كده افضل بكتير. ولما بنيجي نقفل الباب بنشده من النص كده يبقى مفروض ويتقفل. تمام.